انا بقيت بحلم بالثلاث اربعات. شامي ثلاث اربعات، عندك يا هندسه دوره ثلاث اربعات، في يا هندسه ثلاث اربعات، ثلاث اربعات، ثلاث اربعات، ثلاث اربعات، ثلاث اربعات، ثلاث اربعات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهارده جايين نوجه رسالة لفلاحين مصر حبايبي والعزاز على جنبي. طبعا الإقبال السنة دي على زراعة الذرة كبير جدا. هو للأمانة حاجة كويسة إن أنت تبقى عايز تجيب تجاويز بدري وتجهزها بدري، بس يا باش مهندس عندك شامي ثلاث أربعات؟ لا والله مفيش حاليا. يا باش مهندس عندنا الشامي ثلاث أربعات بكذا. يا باش مهندس عايزين ثلاث أربعات. طيب عايز 10 شكاير، عايز شكارتين. مفيش والله ما في. طب هينزل امتى؟ اسبوع كده ولا حاجه، بس الوكلاء يطلعوا الذره. الفكره هنا بقى نهدى شويه، يا ريت نهدى شويه. احنا كده اصلا يعني الشركه ما نزلتش الكميات كلها اللي هي هتنزل السوق، فاللي هو كل وكيل كان شويه عشان السوق يرفع، هو نزل شويه بشوف السوق عامل ازاي، عرض وطلب. فكل ما في طلب كتير كل ما السعر هيرفع. فنهدى شويه على طلب اصناف الذره، سواء بايونير، هايتك، تكنوسيدز، فاينسيدز. نهدى شويه. كده لازم هيوزع عشان يورد فلوس للشركه عشان تكون في الصوره يعني. لو ما وزعش كده هيدفع غصب عنه، ما فيهاش كلام. فاحنا نهدى شويه. اصل كل ما في طلب على المنتج، يعني انت مثلا منتج مثلا سين ثلاث اربعات مثلا، عايزين ثلاث اربعات، عايزين ثلاث اربعات. 70 80% من مزارعين مصر عايزين ثلاث اربعات. هو للامانه صنف محترم جدا، مقاوم للجفاف، مقاوم بيتعامل مع الملوحه، بانتاج متوسط فوق الاربعه ونص طن للفدان، حاجه محترمه. بس مش كده في اسعاره، مش كده في الضغط عليك، في الطلب عليه كده. في اصناف تانية شركات كتير، عندك 30 ام 84، 30 62، عندك 30 ام 11، عندك 34 33، عندك 20 55 هايتك، 20 66 هايتك، عندك فاين سيدز، عندك تكتو سيدز. اصناف كتير، بس الفكره بقى اللي يتعامل صح واللي يزرع صح. مش احنا نبقى مقبلين على صنف وهو بايونير ثلاث اربعات لا غبار عليه، محترم. بس الوكلاء والتجار الكبار والتجار اللي زي حالاتي بجزارين يا باشا، شغالين جزارين، عايزين يقطعوا رقبة الفلاح. ليه؟ انا ما هو انا كتاجر عايز اقطع رقبة الفلاح ليه؟ عندك ثلاث اربعات؟ ايوه عندك ثلاث اربعات؟ ايوه عندي. انا لو بعت النهارده ب 1000 ونص ماشي، 1600 ماشي، 1700 ماشي. ياه، ده لو قلت 2000 كده ممكن ابيع 2000. هات يا عم لو شكرتني هاخدهم منك على 2000. يا عم صلي على النبي، ليه يا عم ليه نوصل كده؟ زي الرئيس مجال اللي يغلى ما نشتروهوش. في اصناف تانية والله، في اصناف تانية بايونير. يعني انت عندك ال 34 33 ده صنف محترم جدا، صنف ابحث عنه ودور عنه. البروتين بتاعه اعلى من الثلاث اربعات، متوسط انتاجه برضه فوق الاربعه ونص، حاجه محترمه جدا. عندك ال 30 62، عندك ال 30 ام 84. وسالوا اهل المنصوره عن ال 30 ام 84 عشان هم من عشاق زراعه ال 30 ام 84، اسالوهم عنهم. حاجه محترمه جدا. في ناس حابه تزرع شركات تانية غير بايونير، في اصناف كويسه، مش هقول لك الشركات كلها للامانه. في البحوث، التجول اللي في البحوث ووطنيه وجسيد اللي 168 و321 و100 ومش عارف ايه، الاصناف دي فرد 10 والكلام ده، اشتغل عليها هتجيب معاك. انا مش بقول لك، مش بغصبك روح لاتجاه معين. اشتغل مع، هات لازم الشركه دي، لازم الصنف ده، لا.
دي في عندك مصر الوسطى وطنيه، اصناف وشركات كتير، وكل الشركات بتسعى انها تكون اصنافها انضف اصناف. عندك باين سيد وتكنو سيدز والكلام ده كله. هو في اقبال على اصناف معينه، ايوه فيه، وانا شايفه وحاسه والله. شبه يوميا يتصل عليا اكتر من 20 واحد ولا 30 واحد شبه يوميا. قول 20 متوسط 20. عندك 3 4، عندك 3 4. نزلنا دفعه. انا للامانه انا معظم شغلي انا مش وكيل في بايونير للامانه، واتمنى ان اكون وكيل، بس عايزه فلوس. تمام. فانا مش وكيل، انا موزع على جدي. تمام. فاللهم صل على النبي. شغل بايونير انا ما بشتغلش على شغل بايونير ليه الامانه. ليه؟ الراجل اللي بجيب منه مصدر ثقه، راجل حد كويس، حد مش عارف ايه، بيحاول يدبر لي التجاوز اللي انا عايزها. بحاول نوفر المنتج برضو بكميات، اي منتج انت كميات انت عايزها شغل بايونير. بس اليومين دولت الوكلاء الكبار ضاغطين على التجاوز شويه، ماسك فيه. خليك ماسك يا عم. ايه ده؟ افضل ماسك في التجاوز كده لحد ما تنزلك هتيجي بايعها كلها. كده هيبيع، مش هيخلي عنده. هو عايز يبيع عشان يورد عليه فلوس بالملايين، فهو كده هيبيع. فانت لما تيجي تضغط عليه وتقول له انا هديك وهديك وهاخد واخد، لا. اهدى شويه على الطلب، العرض والطلب نهدى شويه. احنا لسه معظمنا هيزرع بعد الجمع، فنهدى شويه. يعني احنا لسه قدامنا شهرين على الزراعه، لسه بدري. بالراحه في طلب التجاوي. الدنيا رايحه جايه، فمش لازم صنف معين بعينه. يعني مثلا دورت على 0.50 ما لقيتهوش، دورت على 3 4 غالي، دورت على 11 برضه غالي، دورت على مش عارف. طب ما فيش حاجه تانية كويسه وبتجيب محصول كويس وسعر حنين شويه؟ ايوه، عندك ال 30 62، عندك ال 30 ب 84، عندك ال 34 33 بيقولوا عليه 3000. حاجه محترمه جدا. عندك اصناف في شركات تانية كتير جدا. معلش مش حافظ معظم الشركات التانية عشان انا مش شغال فيها. انا شغال في شغل بايونير بس للامانه عشان فيها حبه مصداقيه شويه. شغل للامانه كويس. يعني متوسط كذا يبقى متوسط كذا، متوسط 4.5 يبقى متوسط 4.5، بجانب ايه؟ معاملات زراعيه صحيحه. فهي الفكره في كده. نهدى شويه في طلب التجاوي علشان الدنيا ما تغلاش. يعني نعمل نفسنا مش واخدين بالنا، نهدى شويه. بالله عليك والله انا عليكم انتوا. انا على فكره مش فارقه معايا. انا واحد من الناس جات لي شكاره ذره، حط حسنتك عليها، بيعها يا باشا، توكل على الله. بس فانا كده بقت ب100، بقت ب200، بقت ب300. انا كده مش خسران. انت كفلاح انت الخسران. انت اللي هتدفع، انت اللي هتشيل في الاخر، انت اللي مدلوق على التجاوز، انت اللي مستعجل. تمام. فيا ريت نهدى شويه. ويا سيدي لو ما زرعناش ذره السنه دي ايه المشكله؟ يعني لو زرعت فول صويا، زرعت لوبيا، زرعت فاصوليا، هتجيب. ما فيش زراعه دلوقتي ما بتجيبش. لو زرعت لب السوبر، لب عباد، ما انا مش لازم هزرع ذره. يعني لو ما لقيتش ذره يبقى خلاص مش هزرع. ما لقيتش في صنف خلص في السوق مثلا 30 كاف 8 خلص، مش هزرع ذره ابيض بقى. ما هزرع يا عم 30 كاف 9، هزرع فضه. ما لقيتش الاصناف دي هزرع 1005 فاين زيت، هزرع 2031 هايتك، هزرع 168 اصناف اللي هي الابيض بتاعت البحوث. مش شرط يعني. فيا ريت معلش انا جاي عليكم بس، وللامانه والله شهاده حق. انت اللي هتدفع في الاخر. انت كفلاح انت اللي هتدفع، انت اللي بتشيل الاخر، انت اللي بتشيل الليله. يعني انت واخد الشكاره على كتفك وانت اللي هتدفع ثمنها. انا تطلع من تاج لتاج 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 لتاج.